ليه بقى؟ المتحدث المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. ده عشان خاطري ما تقوليليش بقى عشان ده قد كده. احنا شوف الزمالك وصل ان ده بقى اللي قد كده. طب حضرتك ليه ثانية اكمل بس يبقى خليه يكمل. خلاص؟ والله هو ما عارف حاجة أحمد سالم ده ولا عارف هو فين أصلا. بس احنا عايزين رد على حته العقد اللي بالعربي والعقد اللي انت اصبري انت معلش. ايه؟ حطينا له كان ليه شهرين حطيناهم في حسابه في البنك. واشتكينا احنا، مين اللي شكى؟ الزمالك. لأن هو اللي مش عايز يجي ولا عايز يعمل عملية. 2020 آخر 2020 حصل لنا إيه؟ مشينا. كسب القضية أول درجة، رجعنا عملنا استئناف، راح أمير سافر سويسرا وقدم كل المستندات، تمام؟ راحوا مغيرين، مشينا، غيروا المحامي، جابوا محامي عشان عمرو أدهم وأتهم والأشكال دي اللي اتعملوا عليها دي، خلاص؟ مشينا احنا. هو قدم مستند، أنا مقدم عكسه لحسين لبيب ما قدموش. إيه المستند؟ قال ما أعرفش عربي، أنا فرنساوي. الدولة هتستخدمني في إيه؟ ما تخلي عندكم دم بقى، اللهجه دي بقى خلاص بقت رخمه قوي. ده انا كل يومين ثلاثه كان حكم ودخلت السجن بجد، هتستخدمني في ايه الدوله؟ هو لو الدوله بتستخدمني اطلع اقول الكلام ده وخاطب السيد رئيس الجمهوريه اقول له في ظلم وفي قهر، في، ولازم يتدخل لانه هيبقى مسؤول قدام ربنا يوم القيامه. انما انتوا هربانين تاني، هربانين. انت يا استاذ من فضلك، يا استاذ، يا باشا، يا اللي بتشاور بصبعك، يا اللي بتفكرني باحمد موسى اللي ما بيغرق وبيشخط في الناس بصبعه. ايوه انت، هو في شبه منه. ايوه انت ايوه دي لابس فانيلا سودا انت. هو شكله في الضياع. كل شويه يقول لك اعمل كده، بقول لكم ايه؟ انت مين يا ابني؟ انت مين؟ انت مين يا محمد موسى؟ بجد انت مين بصبعك دوت؟ بقول لكم ايه؟ بوسوا ايديكوا ووش وظهر، انتوا لسه عايشين. لسه عايشين. هو انت اللي معيشنا؟ والتاني الملياردير اللي اسمه عمرو ده مليار يا باشا، عنده فلوس لو قعد 100 سنه مش هتخلص. يقعد يقول لك ايه دلوقتي انه في قناه ايه؟ سعوديه. فلسانه بقى طويل. انما لما كان في قناه مصريه عمرو اديب. ايوه طبعا عمرو اديب. عمرو اديب اقول عمرو بتكلم عن عمرو اديب. كانش بيتكلم. ثانيه واحده ما خلص. في لعيبه كتير الدوري المصري حششوا همورجيه. انا قلت قبل كده ما حد صدقني، قلت تاني اسمها داليا. راتني في مكتبي قالت لي انا، وكل ده متسجل، الزوجه الثانيه لامام عاشور، حكت لي التفاصيل كلها موجوده في التسجيل، هينزل ما تقلقش يا مان. الزوجه الثانيه بعد بنت الحلاق محمد حافظ. واحد اثنين مع اللعبه دي يا مان. 3 كده 4 ايه 4 5 6 7 8 انا موافق. عم اعملها ازاي؟ 9 لسه 5 10 فاضل 5 11 12 كمل. روح شوط روح شوط روح شوط روح شوط روح شوط روح شوط يلا. 8 اللي جاي 13 شهر معاك يا كابتن ومشي. والراجل اصل اجنبي ولا عقليه ماشي ايا كان. اسامه لو كان مسك نادي الزمالك، اي حد يا جماعه ده نادي الزمالك يخسر كده في ظل ان النادي الاهلي مش موجود. امال امتى نادي الزمالك تقول لي كونفدراليه يا كابتن؟ لا الجمهور زعلان طبعا، اكيد الجمهور زعلان. احمد مجدي يمسك، فلان يمسك، علي يمسك، اي حد يمسك، اسمك نادي الزمالك. هو الاهلي لما بيخسر يا ابني المدرب ده بدا يفهم النادي وبدا يفهم. هو المدرب ده ما عندوش فكره اصلا برضه. لا لا المدرب فيها اسهل حاجه ان ما عندوش فكره دي. هو هو مش احمد مجدي ده. زي رضا عبد العال. هو مش احمد مجدي ده المفروض اللي هو مش رضا قال كولر ما عندوش فكره، او كولر دلوقتي الناس بتعمل لا كولر ما عندوش فكره لما يطلع من الاهلي. طبعا ما عندوش فكره كولر لما يطلع من النادي الاهلي زي موسيماني زي مانويل جوزيه، مش هيبقى عنده فكره. لما يطلع ايه؟ لما يطلع من النادي الاهلي يا عم ده بيتكلم هو جوه النادي الاهلي. ما يطلع ايه من النادي الاهلي؟ يا كابتن باص احنا مالنا في الزمالك يا كابتن. الراجل ده ولا طلعنا ناشئين ولا ليه خطه، وخد 9 هزايم، ولا المجلس بيحاسبه،
ولا المجلس قال راح فين ولا جاي منين ولعبت ده ليه وقعدت ده ليه وانت هتسافر ليه يا ابني ولا هو المجلس سابك يا سكسبانس مش كده، سياح اقترب.